يا صباح السعادة والسرور، يا مساء الورد والفل والياسمين على الناس المسكرين اللي بيتابعوني. ان شاء الله الفيديو ده هنشوف النيش وازاي رصيناه قبل الفرش وبعد الفرش، ويا رب كده الفيديو يعجبكم. ما تنسوناش باللايك والشير والدعاء، ولا اول مرة يدخل على القناة يعملنا اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ومش تنسوا العروسة تدعوا لها كده يا رب يسعدها ويهنيها بكل حاجتها مع عريسها يا رب كده، وربنا يتمم لها على ألف خير وعقبال أولادكم جميعا. يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف احنا رصيناه ازاي. هنا العروسة يعني قبل الفرش بجيب الأطقم كلها وبفرشها كده زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، عشان اشوف العروسة والاعداد وايه اللي هي جايباه وايه اللي لازم نحط في النيش واللي ينحط في البار والمطبخ وكده، يعني افرز ايه الازاز من بعض وكده كله. هنا العروسة كانت جايبة طقم جاتوه، وكانت جايبة اكروبال وجايبة بايركس وصيني، واطقم اللي هي البوهيمي اللي هي الازاز اللي هي الكاسات، وكمان كانت جايبة اللي هي الكاسات اللي هو اللي هي الشربات. بدأت بقى ايه اشوف الالوان بقى اللي تمشي مع بعضها. اول حاجة كده جيت في الرف اللي هو قبل الفوقاني، حطيت طقم الجاتوه بالشكل ده. هو طقم الجاتوه بيكون عبارة عن ست اطباق اللي هي الحجم ده كده، والبراد وستة فنجان ومعاهم الاطباق بتاعتهم. والبراد يعني أنا بعد ما خلصت الرصة اللي جبت حاجة عالية، بولة عالية وحطيتها ايه تحت البراد عشان اعلي كده ايه من تحت. بس يعني الحاجات التركات دي مش بعملها للاخر خالص، ليه بقى؟ عشان النيش مع الاهتزاز والداخله والخارجه وكده، فانا بخاف لحاجه تقع تنكسر ولا كده. يعني في الاخر خالص بقوم ايه جايه ايه رافعه البراد. مثلا لو في طقم عايز يتزود جهة يعني مش فيها ازاز كتير ولا كده باينة، برضو بزودها. وهنا جبت بقى الفنجان. طقم الفنجان اللي هو ايه هما ستة. حطيت الاطباق وحطيتهم كده برضو بالشكل ده، رصيتهم بالشكل ده. بصوا انا ماشية معاكم خطوة خطوة. ليه؟ لان العرايس اللي بتبقى تقول لي عايزين ايه نشوفوا انتوا ايه بترصي النيش. وطبعا كل طقم له كذا رصة مختلف. يعني انا نزلت لكم فيديو قبل كده كانت الرصة مختلفة عن كده، فلازم كل مرة ايه نجدد يعني. قولوا لي بقى في التعليقات ايه رأيكم، وكان لازم اعمل ايه وما اعملش ايه. يعني الفيديو اللي فات في واحدة بصراحة عملت لي معلومة، قالت لي كان في هنا الناحية دي 6 اطباق والناحية التانية 7. يعني شفتوا الدقة اللي هي كانت فيها؟ بسم الله ما شاء الله عليها. بصراحة أبهرتني بنظرتها وهي بتتفرج على الفيديو. هنا بقى في ازاز، هنا طقم كاسات جبته هنا حطيته في الجهة دي. يعني حطيت كاس على الوش وكاس على الظهر، يعني باختلاف. طبعا الكاسات بتكون اشكال والوان مختلفة، وترصوا زي ما انتوا عايزين. بس انا بصراحة بحذر جدا في خاصة الازاز، بخاف لا يتكسر اي حاجة. الجهة التانية حطيت برضو طقم كاسات بالشكل ده. كنت عايزة بقى ايه انومه، يعني احط كاس واقف وكاس نايم، بس ايه منفعش. زي هوريكم دلوقتي. كان عايز ايه حاجة قصيرة بقى يعني تحت، انا عملتها بقى بس عملتها فوق. بصوا كنت عايزة اعملها كده بس منفعش، خفت لا يتكسر في ايه فمشيته بقى كده. عملته خلف خلاف، يعني الواحد وهو برص بجرب كل الرصات ويشوف بقى الانسب والاحسن. وطبعا باخد رأي كمان كل اللي بيكونوا واقفين حواليا، وكل واحد وله ذوق. يعني ممكن حاجة تعجبني، ممكن حاجة ما تعجبش العروسة، ممكن حاجة ما تعجبش أخت العروسة، ممكن حاجة يعني زي ما انتوا فاهمين. الآراء مش بتكون واحد يعني. وفي ناس بتقول اعملي اللي انت شايفاه صح اعملي. جيت هنا بقى فوق أول رف خالص، طبعا كنت جايبة كرسي واقفة عليه. جبت هنا الطقم ده كان 6 كاسات، والشفشق بتاعه معاه. كان شكله حلو اللون الأسمر، بصراحة القعدة بتاعته حلوة خالص باللون الذهبي واللون الأسمر ده. بحب أنا الأذواق دي. حطيت 2 على اليمين و2 على الشمال.
ايه، ونومت كاسين كده. بس يعني زي ما انتم ملاحظين انا بحاذر، وانا برص كل حاجة. بصراحة بخاف جدا من حكاية الازاز دي. هنجيب هنا بقى الجهة التانية اللي هو طقم الكاسات ده، اللي هو الفضي. بصراحة كان شكله حلو خالص. رصته برضو عكسي. ولو انت لسه مكملة الفيديو دوسي لايك وبعتي الفيديو لأصحابك وحبايبك على الواتس وعلى الخاص، وقولوا لي بقى رأيكم ايه. والعروسة اللي ناقصة حاجة تكملها، اللي عايزة تشوف الأذواق تشوفوا وتتفرج، وكلنا بنتعلم من بعض. يعني بصوا الجهة دي كده، يعني انا بعد ما خلصت رص النيش، آه العروسة قالت لي انا حاسة الناحية دي كده يعني فيها فراغ، اللي هو في ريح الطقم الكاسات ده. فكان في بقى فايض طقم كاسات تاني فحطيته كمان جنبه. جيت هنا بقى كان في طقم ده، كان في بقى الحجم الكبير والحجم الصغير. هما مش مع بعض، بس سبحان الله يعني الاشكال زي بعض بس الاحجام اللي مختلفة. يعني في بيكون زيه بس بيكون كوبايات، منها الكبيرة ومنها القصيرة، بس كاسات لا. يعني ده كان جاي لوحده وده لوحده، بس سبحان الله لقيت الالوان زي بعضها كده. فانا قلت ايه، هاخد كاس من الصغير وكاس من الكبير وانومهم بالشكل ده. يعني احط لهم يعني اعملهم بالرصة دي. بس بصراحة شيء يعني شكلها طلع حلو في الاخر. والتلاتة بقى اللي فاضلين عملتهم برضو ايه، في الجهة دي. يبقى تلاتة ندي تلاتة. برضو يعني ايه، عملت نفس الاشكال. يعني اللون الاصفر مع الاصفر، اللون الازرق مع الازرق. يعني شوف انا بعد ما حطيت الكاس ده ببص لقيت اللون غير اللون، بدلت بقى الالوان تاني. ايوه، السماوي مع السماوي، الزهر مع الزهري. يعني كمان الشكل مش بيبان الا لما يتصور كمان ايه من تحت كده. وفي شفتوا بقى الفراغ اللي في النص اللي بين الكاسات دي، حطيت فيه كمان بعد ما خلصت خالص، حطيت فيه كاسات، في كاس تاني نومته كده في النص بينهم. بصوا اظن كده الرسمة واضحة. يعني زودت الجهة دي والجهة دي بعد ما خلصت. اما الرف ده ما جبت، يعني ما جيتش يامته خالص كده، كان حلو خالص عليه. جيت تحت هنا بقى الاكروبال. انا كنت مسمياه طقم النعسان وانا بنرصه. يعني هو حيرني في رسمة العينين دي. ارص الطبق من هنا بص الاقي مثلا ايه رسمة العين بصوا زي كده مش زي بعضها، ادير تاني الطبق عشان يبقى كله زي بعض. يعني حاجات صغيرة بس بتفرق في الشكل. بس بصراحة كان لونه حلو خالص وجميل. رصيت معظم الأطباق بتاعته، واللي فاض حطيته في البوفيه. وحطيت منه كمان في صفاية الأطباق على رخامة المطبخ. وحطيت لها كمان من طقم البايركس. طبعا الشيلات يعني بصراحة هي روح النيش. يعني كان في عروسة الفيديو اللي فات بتسألني بتقول لي الشيالات دي انتوا يعني بتجيبوها منين؟ ده من اي محل مستلزمات منزلية، ادوات منزلية. يعني الطقم بيكون حوالي 30 جنيه، بيتراوح بين 30 35، بس هو ب30. يعني الناس كانت جابته قدامي كان ب30 جنيه الطقم. الدستة بيكون فيها 12 12 شماعة.
بس بصراحة يعني بيكون شكلها حلو خالص وعملية، وبتدي للأطقم شكل حلو خالص في النيش وحتى في المطبخ. يعني بستخدمها في المطبخ في الميلمين، يعني برص الميلمين عليها بيكون شكلها حلو خالص برضو. جبت هنا بقى البولة بتاعت طقم الأكروبال، حطيتها تحت كده وحطيت عليها البراد، وجبت الفناجين حطيتها بالشكل ده. بصوا بقى الفناجين زي ما انتوا عايزين، تنوموها تقعدوها ترصوها بالشكل ده كده، 3 ندي 3، اي شكل يعجبكم اعملوه. حطيت بقى الاطباق حواليها اللي هي الاصغر، الاحجام الاصغر. انا بدأت طبعا الواحد بيبدأ بالكبير، الاطباق الكبيرة عشان هي بتكون الواجهة ورا. بقول لكم الطقم ده حيرني وانا برصه كل شوية يعني اظبطه على العينين النعسانة بتاعته، العينين النعسانة وجمال العينين النعسانة. بصوا انا ماشيه معاكم خطوه خطوه، يعني مش مسرعه الفيديو كمان زياده. وخلي بالكم كمان من الشيالات، في ساعات الشيالات يعني بتفتح مع الواحد والواحد برز، ممكن الطبق يقع ولا حاجه، فالناس تخلي بالها. ومش كل انواع الشيالات، في شيالات بتيجي جاهزه كده بتفكيها وبترص على طول، وفي شيالات تانية انت اللي بتركبيها، تكون عامله زي الفيشه. يعني بص دي كده كانت الشياله كانت واسعه، فانا بظبطها بقى عشان ايه الطبق ما يقعش وكده. بجيب بقى اللي هو الجناب بتاعت النيش. طبعا مشكورة اللي كانت بتصورني هي مش متعودة على التصوير، فيعني هو ده اللي ايه الشكل النهائي اللي طلع معاها. عذبتها معايا والله، ربنا يسعدها يا رب. وكل شوية بقى تقول لي ايه اهم حاجة العينين النعسان، تقولوا ما احنا بنرص في النيش العينين النعسان، عشان كده بقول لكم الطقم ده أنا سميته العينين النعسان. جميل بصراحة، شكله جميل، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى الفناجين اللي هي الصغيرة، الطقم كان فيه اللهم صل على النبي 6 كبار و6 صغيرين. حطيت كده الصغيرين كده، نومت الفنجان. وبكون في كمان سكرية وفي لبانة. بصي يعني انا جربتها كده، حطيتها كده لقيتها مش قوي شكلها مش حلو قوي، فانا ايه بدلت بقى. بقول لكم الواحد بيجرب كله، كل الاشكال والشكل بقى اللي يعجب الواحد بيختاره في الاخر. حطيت بقى السكرية واللبانة، واحدة على اليمين وواحدة على الشمال. ده كده بقى الرف التالت، الرف الاخير. شفته كمان بعد ما حطيت ده عدتها تاني، لقيت يعني ايه اللي بنا السكرية احسن قدام الفنجان. ده هنا بقى الرف اللي قبل الاخير، كان في اللي هو الطقم ده كان لسه الازاز بال كانت قارورة كده يعني، وكان معها ايه الكاسات بتاعتها. حطيتهم كده بقى يعني ما خدوش وقت بصراحة، هو شكله جميل، لون الرصاصي في ذهبي ده. بوسع عشان ايه احط الكاس
يكونوا كله زي بعضه في المقاس. هنا بقى الصيني بصراحة بيكون العدد بتاعه كبير، يعني بيكون اكتر من الاكروبال والبايركس، عشان كده الواحد بيحط اطباق فوق بعضها، وبعد كده ايه يجيب طبق من نفس الحجم ويحطه فوقه كده على شيل. لو النيش بتاعك بقى يعني كبير وفي مكان بترص كله بقى على شيلات، بس انا عملتها كده عشان المكان. بصوا بقى هنا الاطباق دي جبتها كده ونومتها عشان اعلي بيها ايه بقى البراد. زي ما هجيب بولة كده في الاخر وهحطها تحت الفنجان بتاع طقم الجاتوه عشان يعلى. جبت هنا البراد وهجيب بقى الايه الفناجين بتاعت الصيني الفها حواليه. بصراحة الفناجين كانت كتيرة، بسم الله ما شاء الله، يعني كان الفنجان الكبير كان 12 والصغير 12، يعني 24 فنجان. فحطيتهم كده بقى، يعني انا لو فردتهم على الاطباق بتاعتهم يعني كفايه على النيش، مش هنحط حاجه اللي هي. فلازم الواحد ياخد باله وهو برص عشان ايه مش يجي يتزنق في الاخر. ممكن كمان تحطي طبق من اللي هو الكبير خالص فوق البولة دي، وتحطي كمان فوق البراد، وتحطي دور تاني من الفنجان وكده، لو عندك في الفنجان مقاسه اصغر، او من نوع تاني من الفناجين اللي هو الاطقم اللي عندك. هنيجي بقى الجهة التانية عمل نفس الكلام، بس بصراحة هنا مش عارفة الشيلات مش كانت ثابتة عشان الاطباق مش كانت مسطحة قوي. وانا بقول لكم بخاف انا بقى ايه من الحاجات اللي زي دي، عشان مش حاجة ايه تنكسر وكده. انا بقى جبت هنا الاطباق اللي هي الكبيرة برضو، حطيتها كده، وجبت ده تبع الطقم الصيني اللي هي السلطانية، وهرص بقى الفناجين اللي فاضلة من الطقم حواليها. بس هرصها دورين. ليه؟ لان عشان المكان وكده، ولسه طقم البايركس مش كان ارتص منها شكل حلو، ومنها كمان الواحد بيوسع لنفسه في الرص. بقول لكم بصراحة الطقم ده كان فناجين بتاعته كتير. يا ريت اللي كمل معايا الفيديو للاخر ويدوس لايك ويكتب تعليق حلو كده، يعني احنا مش هنخسر حاجة والله العظيم، اللايك ما عليه فلوس ولا اي حاجة، بس عشان اليوتيوب يعني ينشر الفيديو بسرعة عشان كلنا نتعلم. بصوا بقى، ده اللي انا بقول عليه وانا برص. الشيلات مش ثابتة، عملتها تاني وغيرت الاطباق تاني. هنا بقى السكريات، بصوا حتى الطقم ده كان السكرية دي ما كانش فيها الغطا بتاعها، وكان في هنا الملاحات، كان في تلات ملاحات، يعني واحنا بنرص الطقم مش يعني الغطا مش فيه غطا. ندور على الغطا، فينك يا غطا؟ مش لاقيين الغطا قلنا بقى خلاص مش اشكال. ده بقى الفناجين اللي فضلت من الطقم حطيتها كده دور تاني.
بصوا بقى الشكل النهائي، بسم الله ما شاء الله جميل. وده هنا بقى البايركس رصته بالشكل ده، يعني رصته سهلة على شيلات طقم، يعني طبق منه على طبق من الصيني، وحطيت الفناجين بتاعته بالشكل ده. بصوا انا بقى كنت عليت كده بقى البراد، بسم الله ما شاء الله. تنسونا بقى باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان